وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبصحه وبسلامه. النهارده نفذنا شغل جديد في محافظه جديده من شغل اخوكم خالد الفخراني لبناء ابراج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. بسم الله ما شاء الله. نفذنا عنبر مساحته 4 متر عرض في 40 متر طول، يحتوي على عدد 3100 فخارة. بسم الله ما شاء الله. التصميم يا جماعة عشان تكونوا عارفين معايا، بص كده يا باشمهندس طارق، المتر ده هو كده هيكون فيه سقف. المتر ده هيكون معمول بسلك، السلك علشان الإضاءة، هيدخل إضاءة، هيدخل تهوية، هيخفف درجة الحرارة، لأن درجة الحرارة في المكان اللي احنا فيه عالية خالص. هتشرفونا وندخل مع بعض نشوف العنبر من جوه. اللهم صل على سيدنا محمد. الأوضة دهيت الداخلة من هنا هيكون عليها باب حديد علشان أو أوضة التفريغ هيكون فيها مثلا مية، الخزين، الرسمال، أيا كان. تمام؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نيجي ونتفرج على الشغل، الخشب احنا رافعينه قد ايه يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. لان العنبر بسم الله ما شاء الله متنفذ كويس. ال4 متر عرض طول 40 مقفلينهم. هنيجي نبص على الفخاره اللي احنا شغالين بيها دايما وبنحكي ايدي على اخرها اهي 25. يعني انا ايدي دخلت بالفعل، انا ايدي دخلت جوه 25 اهي 25. تمام. الطول 35. القطره دي عفوا دي القطره اللي احنا شغالين بيها وبنبني بيها دايما العناب. بتمشي اي نوع حمام يعجبنا، لاحم، جمعيات، زاجي، رومي، روماني، كينج، بلدي، النوع اللي هيعجبنا هيتنفس. ديت اللي بنشتغل بقى عنابر. ما عادش بنشتغل عنابر الا بدي، لان الحمام زي ما قلنا في فيديو 2 و10 بياخد حجم وما عادش بيقدر يشتغل نتيجة انه محبوس. دي الحلال، الشغل الحلال اللي احنا شغالين بيه ما شاء الله، من اول فخار لاخر فخارة. بسم الله ما شاء الله. كل الفخار مقاس واحد، السعة واحدة، الشغل واحد. شغل اخوكم خالد الفخراني لبناء ابراج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. العنبر ده اهو، خليك عندك حد. ماشي. العنبر ده اهو، الشغل اهو، خشب اهو، حمام هيلعب عليه وهيتنشر عليه من الداخل والخارج، وهيعمل عملية التزاوج الاكل هيكون هنا ماشي. تعالى يا عم الحاج معايا. في شغل تاني باذن الله في العنبر. في شغل تاني. الشغل بيقول ايه؟ ال60 سم او ال70 سم اللي تحت دول لسه هنكمل الداير فخار، لان في حمام هيقع من هنا مش هيعرف يطير دول بعد الارضيه ما هتنعمل. هنعمل ايه؟ هنمشي زي دول. يعني ال60 سم دول اللي الحمامه لسه عمر اسبوع او 10 ايام مش هتعرف تطير العين بتاعتها، وعشان ما تموتش مننا هنرفع ال3 مناميك دول علشان نوصل ديت بديت بعد الارضيه ما تكون انعملت بالاسمنت واتظبطت معانا. كان في باب من هنا وقفلناه. الباكيه دي بتفتح للعنبر ده. تمام. الباكيه دي هتفتح في عنبر تاني خالص هنبدا فيه كمان شويه، اللي هو ده. خليك عندك يا حاج. بسم الله ما شاء الله. الجنب ده زي ما قلت لكم الفتحه دي، شوفنا دي يا جماعه، دي الفتحه بتاعت اللي هي الابراج بتاعت الحمام. جت معانا في الغلط او مع التحميل، بس عشان نقول لحضراتكم بصوا ان احنا لو دي جزء الحمام، يعني ان كان ده لاحم، ان كان ده فرنسي، ان كان لاحم اي نوع، رومي، رومان، اي نوع، هتدخل وهتطلع وبالزياده. بصوا يا جماعه اهي، بس مفيش حمام بكده. انتوا معايا؟ بس انا اعملها تجربه.
شفتوا الميزان؟ انا عايز نعمل كمان اختبار صغير، ان البنايه واحنا بنبني الشغل مش مكفي. يعني لو مكفي هنقول ان البيض هيقع وهياخد الحمام هياخده وهو في رجله. لا، ده مسنجعد فوق اهي. بصوا يا جماعه طلع فوق ازاي، يعني ان كده نضمن ان ما عندناش باذن الله حاجه فاجت. بنبني بالطينه، البنايه دي مديها اللون الاصفر لان مبني بطفله زائد نسبه رمله ناقص التبن، ده اللي مخلي العمليه كده. ديت الرفارف اللي الحمام بيقف ويتنشر عليها. تمام. ده العنبر الثالث. كل عنبر زي ما قلنا لكم يا جماعه كان 4 في 14. العنبر الاخير نفس الشغل، تصميم اخوكم خالد الفخراني لبناء ابراج الحمام اللي هيتقفل من فوق ده. تعالى معايا هندسه كده، بص هنا عشان الاضاءه والشمس. اللي هيتقفل من فوق ده هو الشمس، وهيكون الهواء هيجي من الناحيه البحريه هيطلع من الناحيه الثانيه الجبليه مثلا. الشمس معايا هتدخل اهي، هتدخل العنبر بعد السقف ما ينعمل. السقف هيكون فوق العمدان ديت او الكتوب ديت علشان نضمن درجه الحراره مظبوطه داخل العنبر. وانا تحت امركم في اي شغل في اي محافظات لبناء ابراج الحمام لعنابر الحمام في مصر، في كل محافظات مصر، بره مصر. انا تحت امركم. يشرفني نشتغل لاي حد. اشتغلنا عنابر بنشتغل بالفخاره دي، اشتغلنا ابراج الفخاره الثانيه اصغر شويه. تليفون 010 6 9 10 41 9 6 تاني 010 6 910 41 96. شاكر للمتابعة. نتمنى يا رب نكون عند حسن ظنكم دايما بينا، ونتمنى يا رب اشتراككم معانا في قنواتنا او قناتنا المتواضعة على اليوتيوب خالد الفخراني لبناء ابراج الحمام، وصفحتنا على الفيسبوك. ومنتظر ردودكم معانا واقتراحاتكم، اي استفسارات اي اقتراحات، التواصل على نفس الارقام ديت. وشكر للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.